بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين مع بعض في كورس أحمال الرياح على المباني والمنشآت. معاكم المهندس محمد إسماعيل. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت على ازاي نحسب الويند بريشر، وقلنا في فاكتورز كتيرة بتأثر على الويند ده. قلنا هو فلو بيتحرك، بينطبق عليه نفس القوانين الفلويد ميكانيكس اللي احنا درسناها قبل كده، وبالأخص معادلة برنولي. وبالتالي قلنا ان هي في الاخر الويند بريشر ده هو ما الا معادلة برنولي، ولكن في شوية فاكتورز تانية correlations عشان في الاخر تاخد الديفرنس والعوامل المحيطة بالويند بريشر واختلافه عن الفلويدز العادية. ان هو مثلا الفلويدز اللي كانت مثلا برنولي كان بيطبق عليها اغلبيتها بتتكلم على فلويدز في جوه بايبس، ستريم لاينز، الكلام ده كله. لكن هنا الوضع مختلف، ده هو فلو هواء في الفراغ بيأثر على مبنى برضو في محيط مباني تانية مختلفة أو عمارات أو مدينة سكنية، بيتأثر بعوامل تانية كتير. فوصلنا لإيه؟ وصلنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت تمام على ان هو ده البيزك ويند بريشر. قلنا ان الكيو بيساوي نص رو في سكوير. دي المعادله الاساسيه بتاعت ايه؟ برنولي. دي المعادله الاساسيه. قلنا في تو فاكتورز تانيين، اللي قلنا السي تي والسي اس. طيب، واتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن الكي. خلي بالنا، هو دلوقتي انا عاوز اقول معلومتين مهمين جدا. المعلومه المهمه الاولانيه اللي احنا عاوزين نتكلم عليها ان كل الفاكتورز اللي احنا اتكلمنا عليها ديت هي فاكتورز خاصة بالويند، مش خاصة بالمبنى. يعني طب احنا دلوقتي ايه دور المبنى في الموضوع؟ يعني هل المبنى ده شكله بيفرق؟ يعني انا دلوقتي لو شكل المبنى ده هو عبارة عن سلندر، شكل اسطواني، هل بيختلف عن لو هو شكله مستطيل؟ هل لو هو شكله irregular، شكل مثلث؟ الاشكال دي هل بتفرق في الويند بريشر ولا ما بتفرقش؟ ولا المبنى ملوش دور خالص؟ فشكل المبنى نفسه تمام هل بيختلف ولا لا؟ طب دي الحاجة الأولانية. لو أنا عندي مبنى بالمنظر ده، هل المبنى قيمة الويند بريشر هنا زي يعني في الويند وورد، في الحيطة المقابلة للويند بريشر، زيها زي الرير وول أو اللي وورد؟ هل نفس القيمة؟ هل نفس الدايركشن؟ تمام. طب بالنسبة للروف، هل نفس القيمة ونفس الدايركشن ولا لا؟ دول السؤال الاولاني اللي احنا بنساله. طب السؤال التاني، احنا كل الفاكتورز لو انت تفتكر اللي خدناها كلها من السي تي، السي اس، الكي، كلها المينيموم بتاعها بواحد، يعني ما تقلش عن واحد. الفاكتور بتاع النهارده بتاع السي هنكتشف لا، ده الفاكتور بتاع السي ده في الغالب هيبقى اقل من واحد. تمام. فاحنا كل الفاكتورز اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل كده، تمام، الفاكتورز دي بتزود لي الويند بريشر اللي هيأثر على المبنى. هنيجي نكتشف هنا ان السي اي ده لا، ده هو فاكتور بيقلل لك كل اللي انت حسبته قبل كده. وبالتالي احنا بنعمل ريكاب بسيط على اللي احنا خدناه قبل كده عشان نوصل المواضيع ببعض. كل اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده ان دي المعادله الاساسيه بتاعه الويند بريشر، اللي هي نص رو ديت، اللي هي في الاخر ديت رو دي كثافه الهواء، والفي سكوير اللي هي البيزك ويند سبيد، اللي هي ايه، او الويند سبيد اللي عندي في كل سيتي في خلال مثلا. احنا لسه بيزد على الكود المصري، فبالتالي الويند سبيد اللي موجوده مثلا في محافظات الجمهوريه، سواء القاهره، اسكندريه، منطقه ساحليه، منطقه داخليه. تمام. قلنا السي تي ده قلنا هو عبارة عن ان انت دلوقتي هل انت المبنى بتاعك على مثلا مبنى في حد اريا فلات، ولا مبنى مثلا في جزء مرتفع كده عندك هضبة وعامل فيها المبنى عندك فوق. فده بياخد فاكتور ان انت مثلا يكون عندك الويند جاي كده، تمام، وبالتالي بيبقى فيه زيادة في الويند سبيد بتاعتك. طيب، عندك في فاكتور تاني قلنا السي اس، ده جزء بياخد فيه الاستراكشر دايناميك فاكتور، بتاع ان انت ممكن يحصل فايبريشن للمبنى، خاصه لو هو مبنى فليكسبل شويه. فبالتالي كل الفاكتورز دي، الكي طبعا هو ان انت عندك الويند بريشر بيزيد مع الارتفاع، تمام، وبيبقى شكل بارابوليك كده. فالكي بياخد تاثير ان الويند فيلوسيتي او الويند بريشر نفسها بيزيد مع الارتفاع. كل الفاكتورز دي ليها علاقه بالويند، تمام، ما عدا السي اس شويه، هو ويند وجزء منه شويه فايبريشن في الاستراكشر.
طيب ما عدا الفاكتور بتاع ايه السي اي. الفاكتور بتاع السي ده هو ياخد لي تأثيرات كتيرة. تمام. هو انا السؤال المهم، انا دلوقتي خلاص انا حسبت كل دول، حسبت انا في الاخر مثلا البي اي. تمام. خلاص حسبت الكي والكيو. تمام. دول حسبتهم خلاص. تمام. انا بقى هأثر بقى القيمة دي، هأثر بيها على المبنى كلها زي بعض. يعني هنا القيمة دي زي الروف، هنا زي الروف لو مال في الاتجاه التاني زي الحيطة الخلفية مثلا أو اللي وورد، هل نفس القيمة؟ ولا هيبتدي في فاكتور تاني يدخل يقول لي هأصين على كل حيطة تمام ويند بريشر قد إيه؟ طب الدايركشن بقى بتاع الويند، هل أنا هاخده في الاتجاه ده ولا هاخده في الاتجاه ده؟ يعني أنا لو عندي اتجاه الويند دايركشن في الاتجاه ده، هل هيأثر ببريشر على الويند في الاتجاه ده؟ ده منطقي، لانه هيزق المبنى في الاتجاه ده. فتلاقي انت يعتبر المبنى الاساسي قبل الديفليكشن هو المبنى الفريم اللي شكله ابيض بالمنظر ده. تمام. طيب لما انا بيبقى عندي ويند كده يبقى بيعمل ايه؟ هيعمل لي كومبريشن وديفليكشن كده اهوت. تمام. او دريفت مثلا، ديفليكشن في الحيطه دي لجوه. طب الحيطه الثانيه هل هتدخل لجوه ولا هتطلع لبره؟ يبقى هو المنطقي ان هو في الاخر الويند بيزق في اتجاه واحد، فهتلاقي المحصله في الاتجاه ده، فانت هتلاقي برضو الحيطه دي تمام بيحصل لها في الاخر حاجه زي سكشن، لان هي مش كومبريشن، مش بريشر بيأثر عليها كده، لا ده بيسكشن كأنه بيشفطها لبره. طب بالنسبه للروف، الروف هل هيعمل ايه؟ حصل له زي سكشن لبره في الاتجاه ده. طب ممكن يحصل له بريشر لجوه، ممكن يحصل له بريشر لجوه، وهنشوف الحالات دي كلها. فبالتالي الفاكتور بتاع السي اي دهوت بياخد تأثير بقى ايه؟ ضغط الرياح ده على الشكل الهندسي بتاع المبنى، وبالتالي هو بيعتمد مين على ايه؟ على شكل المبنى. هو كل اللي احنا بنتكلم عليه فات يعتبر مين اللي بيتكلم على الويند وخصائص الويند وكل حاجة عن الويند. وممكن يدخل معاه فاكتور مثلا ايه الارض عامله مستويه مش مستويه مايله، الكلام ده كله. لكن ده بقى اول فاكتور يعتبر تمام بعد اللي هو السي اس ده. تمام. الفاكتور ده هو اللي بياخد لي الشكل الهندسي بتاع المنشأ عامل ازاي. تمام. وازاي هيعرفني ازاي هأصين قيم الويند بريشر دي على كل سطح من المبنى، سواء بقى الحوائط سواء الكلادنج سواء الروف، كل الحاجات السايد وولز ديت هذا. وبالتالي هتيجي لو انت بصيت في الشكل اللي على يمينك ده هتلاقي الويند جاي في الاتجاه ده، هتلاقي عامل ويند بريشر كده. طب ازاي؟ طب هو انت لو بصيت على السايد وول هتلاقيه لا ده خارج. تمام. مش داخل لجوه. طب ايه اللي خلاها سكشن؟ ليه ما خلاهاش كومبريشن؟ يعني ليه ما جاتش كومبريشن هنا وكومبريشن هنا؟ ليه سكشن؟ طب هي ليه الروف هنا سكشن؟ طب ليه برضو هنا في الاخر في اللي وورد سكشن؟ دي السؤال بقى اللي هيجاوبنا عليه لما نفهم الاول الكونسبت بتاع السي اي. وبالتالي احنا محتاجين الاول يبقى عندنا الكونسبت نفسه بتاع السي اي، ويبقى عندك الحس بتاع وازاي الويند بيتحرك وازاي بيأثر على المبنى، عشان نبتدي نفهم السي اي، بحيث ان انت لو جالك شكل سواء شكل ريجولار او الريجولار تبقى انت فاهم انت ازاي بتأصين الويند بريشر، بحيث ان انت حتى لو انت في حساباتك غلط لا تبقى انت عارف لا انا في حاجه غلط، لازم الويند في الاتجاه ده لا يكون هنا بريشر، هنا يكون سكشن. كل الحاجات دي هنبتدي نعرفها. طب لا ده هنا المفروض يبقى اقل، هنا اكتر. ليه؟ الحاجات دي كلها هتبقى لازم نفهمها الاول، فلازم نفهم الفاكتور نفسه بتاع السي اي. طبعا في شويه مصطلحات انت هتقابلك وانت بتعمل اساين لللودز بتاعه الويند بريشر. تمام. دي لازم نعرفها. بمعنى انا الحيطه المقابله للجزء بتاع الويند ده بسميها ويند وورد. ويند وورد. كويس. طيب انا الحيطه الخلفيه اللي بالمنظر دي بنسميها حاجه اسمها لي وورد. كويس. طيب انا دلوقتي ده طبعا ده سلوب دروف. تمام. ده سلوب دروف وده سلوب دروف. اوكي. طيب وبالتالي هنا هتيجي تلاقي الويند في الدايركشن ده تبقى اسمها ويند وورد وول. طيب الحيطه الخلفيه اسمها لي وورد وول. طب الحوائط اللي في الجنب يمين وشمال ديت تمام دي اسمها سايد وول. تمام. طبعا الجزء اللي فوق ده روف، سواء هو فلات سواء اللي هو ايه سلوب. تعال بقى نفهم، هندخل شويه في الجزء بتاع الايروداينامكس بتاعه الويند، بحيث ان احنا ناخد واحده واحده نبتدي نفهم الفاكتور بتاع السي اي ده بيعبر عن ايه وازاي بنحسبه. طيب
لما بنيجي دلوقتي الويند نفسه بيأثر على أي جسم، هو الويند أنت مش شايف مثلا الستريم لاينز بتاعة الويند، لكن لما بتبتدي تأثر على المبنى، طب أنت عايز تعرف تأثيرها على المبنى أو تأثيرها على جسم عامل إزاي، فبالتالي لازم تدرس حركة الفلو بتاعة الويند وإزاي بتأثر على الأجسام. فهو الناس قسموا الجزئية دي لحاجتين، حاجة اسمها ستريم لايند بودي وحاجة تانية اسمها بلاف بادي. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ انا لو عندي حاجه كده بالمنظر ده، شكل كده، الشكل ده تمام، شكل سموث، وبالتالي تمام الويند لما بيجي كده، الويند بيجي بيتحرك فيه ستريم لاينز. طب لما بيجي يقابل حاجه كده هو سوليد في المنظر ده، حاجه بتعوق حركه الستريم لاينز بتاعت الويند، تخبط فيها، بيحصل حاجه اسمها دي النقطه دي اسمها ستاجنيشن بوينت. تمام، دي جزء النقطة دي، النقطة دي اسمها stagnation point. النقطة اللي عندها بعد كده خلاص بقى بعد كده الويند يعتبر الويند فيلوسيتي هنا بتبقى تقريبا almost بزيرو. تمام، وبتلاقي بعد كده الستريم لاينز بتتحرك يمين وشمال، وبعد كده بتخلص خالص، وبعد كده بترجع ايه تاني، بتلف حوالين الايه، حوالين البادي ده، الستريم لاين بادي. طيب حاجة زي عبارة عن ايه، زي عبارة عن جناح الطيارة، وحاجة زي عبارة عن ايه، زي العربيات. العربية بتلاقيها مثلا عاملة بالمنظر ده، وتلاقيها مثلا كده. تمام، دي العربية دي بتلاقيها مثلا ايه، فلات، واخدة شكل السموث كيرف بتاع الايه، بتاع الويند، بحيث ان الويند دي جاي تيجي عليها كده وتمشي بالمنظر ده. ليه؟ بتقلل لك سرعة. دلوقتي انت عايز العربية بتتحرك بسرعة كبيرة، وبالتالي عشان تتفادى الويند فورسز ديت، وبالتالي ما تستهلكش بنزين كتير، فبالتالي بتاخد شكل الستريم لاينز بحيث ان هي تقلل لك. تلاقي في كيرف هنا، ده كيرف، وتلاقي برضو بعد شويه كده العربيه واخده ايه، شكل كيرف كده، بحيث ان هي تقلل الفرصه اللي جايه لك هنا. كويس. طيب تيجي احيانا تلاقي مثلا لو هي العربيه نفسها زي الموديلات القديمه كانت عامله بالمنظر ده، تيجي تلاقي مثلا تمام انت عندك الستريمز جاي كده، فبتيجي كان بتحصل الويند بيجي كده، بيحصل حاجه زي فورتكس هنا، فبتلاقي ممكن ترفع العربيه، وخاصه لو العربيه ماشيه بسرعه كبيره، خاصه لان المحرك بيبقى موجود هنا، والسرعه كبيره مثلا، او حركه بسرعه كبيره، فبتلاقي الستريم لاينز ماشيه كده، الحته دي فاضيه تحصل فيها فورتكس، تعمل سكشن لفوق، ممكن تقلب العربيه، خاصه في العربيات القديمه كانت تعمل كده، او تفتح الشنطه، او دي بتفتح الشنطه، فتيجي تلاقي احيانا في العربيات بيجي في الحته الاخرانيه دي ويعمل ايه، وتلاقي مثلا عامل سبويلر كده. السبويلر ده برضو هدفه ان هو ايه، بتلاقي فيه هواء جاي كده وهواء جاي كده، فبيدي استابيليتي للعربيه، يديها فرصه ايه بالمنظر ده. طبعا احنا مش هنخش في التفاصيل دي، بس احنا بشرح لك، لا يعني هو الجزء بتاع الايروداينامكس ده مهم، وبالتالي بيأثر على المبنى بشكل كبير، ومحتاج ان احنا نفهمه عشان نفهم ازاي بعمل اصلا الفورسز دي على المبنى عندي. طب نيجي بقى للكيس بتاعتنا. الكيس بتاعتنا اللي هو ايه، مبنى بالمنظر ده، هو في الاخر شكله مستطيل، هو مش ستريمد. تمام، هو لا حاجه بالمنظر بالشكل ده، الشكل ده بالاخر هو شكل مثلا ده شكل ريكتانجولار بيلدينج. تمام، الفلو جاي بالمنظر ده، طبعا ممكن تبقى الجزء ده كبير، فبتيجي الفلو جاي كده يجي يصطدم كده. طب الفلو ده هيمشي ازاي، هو بيمشي فهيجي يحتك هنا، خلاص بتلاقي مثلا يعمل دايفيرت كده، وتلاقي فيه شويه فورتكس تكونه هنا وشويه فورتكس تكونه هنا. تمام، ويبتدي بعد كده ايه، على حسب طول المبنى بتلاقي ممكن يرجع تاني. تمام، الستريمز لاينز دي بتتكون ترجع تاني. تمام، بس الحته دي برضو في شويه ايه، فورتكس بتتكون هنا. تمام، زي حوار العربيه اللي احنا اتكلمنا عليه، فشويه الفورتكس دول بيشدوا الجزء ده كده بالمنظر ده، وهنا برضو نفس الكلام. تمام، وهنا نفس الكلام، فعشان كده سايد ويندز هتلاقيها بتتكلم على سكشن. تمام، والكلام برضو على اللي وورد تلاقي سكشن، هنا تلاقي لا، بتاع الويند بريشر اللي هنا جاي هنا عمال بيخبط في الجزء اللي الويند وورد، وبالتالي بيحصل عليها ايه، بريشر. ده الفرق ما بين الاتنين، وبالتالي في المباني العاديه احنا خلاص بيبقى الشكل ده. طب انت لو انت عايز تقلل الذره دي هتعمل ايه؟ طيب بتيجي بتلاقي مثلا ايه، تستخدم كيرفات، يعني ما تبقاش شارب ايدج، ممكن لو انت ما عرفتش تعمل كده تبقى شنفر، دي تقلل لك الجزء ده، ونفس الكلام هنا. تمام، طيب في الحاجات الكبيره مثلا زي برج خليفه، هتلاقي مثلا هو المبنى هتلاقيه عامل كده، يعني عامل زي الزهره. تمام،
ودي بتقلل، يعني انت في الاخر الويند بيجي تخيل على برج كبير كده، يعني ده بتعمل افكت كبير جدا. تمام، يعني ان انت تاخد شكل الستريم لاينز ديت بدل بتقلل لك الفرصه كبيره بطريقه كبيره جدا. تمام، يبقى احنا اول حاجه تمام بنفهم الستريم لاينز، ولما انت بتحط له عائق في النص سواء مبنى سواء شكل سواء اي حاجه سواء جسم ثابت او جسم متحرك، ايه اللي بيحصل للستريم لاينز بتاعه الهواء ده. تمام، طبعا احنا زي ما قلنا الكيس بتاعتنا هي يعتبر الكيس الثانيه اللي هي بلوف ايه بادي، مش الستريم دي لايند بادي. وبالتالي انا لو عندي سوليد حاجه سوليد بالمنظر ده او مبنى او اي حاجه، وعندي الستريم لاينز بتاعت الهواء اديك شايف اهوت، هي خلاص الفلويد جاي كده. تمام، دي يعتبر حاجه نقطه اسمها ستاجنيشن بوينت، يعني كأن الهواء بيقف في الحته دي، هو خبط ومش عارف يوصل هنا ولا يوصل هنا. تمام، لكن بعد كده الستريم لاينز خلاص اللي وراه بيزقه اللي وراه بيزقه، فابتدي يعمل ايه؟ يبتدي يعمل دايفرت كده ويجي كده ويجي كده. وبالتالي هتيجي تبص زي ما قلت لك بتكون فورتيسيز في هنا، وابتدي الستريم لاينز تضيق في الحته دي. طيب هل ده بيعمل حاجه؟ بيعمل حاجه، بيأثر طبعا على المبنى. بمعنى انا دلوقتي الويند ده كان بيخبط هنا، فبالتالي بيعمل ايه؟ بريشر هنا فورتيسيز كده عماله كانها بتشد المبنى. تمام، وبالتالي عشان الهواء جاي كده تمام سايبه فراغ فكانها بتعمل سكشن، فبالتالي تلاقي ليه؟ ما انت في الاخر الهواء كله ماشي في الاتجاه ده، فهتبتدي الحاجات دي كلها ايه؟ تروح في الاتجاه ده. طبعا الهواء ماشي كده برضه، فعامل ايه؟ بيشد كانه بيشد السطح ده، ونفس الكلام هنا لان في شويه فورتيسيز بالمنظر ده. تمام، طيب هتيجي تبص على حاجه تانية تلاقي برضه هنا في الاخر في سكشن. بس ايه اللي حصل لو احنا بصينا كده؟ فاكر حتى اللي انا كنت بقول لك عليها في الاخر ما تعمل شنفر تبتدي تقلل لك الدنيا. لو انت بصيت هنا شايف الشنفر ده؟ تمام، شفت السطح ده والشنفر ده؟ بص عمل لك ايه؟ قلل لك هنا الويند بريشر. شفت انت ده كده كان السكيل نفسه تمام قل. بص شفت ده وده تمام من ده؟ لا ده كبير. ايه الفاكتور بقى اللي بياخد القصه دي كلها؟ السي اي، لان احنا قلنا ان الكيو بتاعتك سي اي في كي في كيو، قلنا ده ثابت. اللي هيختلف ايه؟ السي اي. هيبتدي السي اي ده يقسم هنا بشويه وهنا شويه، مش كوميوليتيف يعني مش سمشن، يعني ممكن هو خلاص ده كده ده ثابت احنا حسبناه. تمام، هناخد نفس القيمه دي مثلا السي اي هنا وليكن 0.8، هنا مثلا 0.5، هنا وليكن 0.5، ممكن تبقى هنا اقل شويه. تمام، وبالتالي الريلاتيف ليه هتبقى اقل. فبالتالي شفت الشنفر ان انت عملت شنفر اثر لك ازاي على الويند اللي هيجي على السطح او السيرفيس ده. ونفس الكلام هنا عشان انت في الاخر طب ده جاي منين؟ بص شايف انت هنا شايف الستريم لاين مشي بمحاذاه السطح ومشي كده، فكون فورتيسيس صغيره هنا. لكن انت هنا الستريم لاين جه كده تمام، فكون فورتيسيس كبيره كانه عمل سكشن ايه؟ كبير جدا. تمام، طب احنا دلوقتي الويند بريشر ده هيعمل لي في الاخر ايه؟ هيعمل لي فورسز على المبنى. طب فورسز ازاي؟ طبعا احنا قلنا الويند دايركشن في الاتجاه ده تمام بيزق المبنى هنا، وبالتالي طبعا كانه بيزق المبنى كله هنا سواء من السطح ده او السيرفيس ده، بيعمل حاجه اسمها دراج فورس. كويس. طبعا الفورسز دي هتلاقيها فيها شيفتد هنا لان دي ليها كومبوننت هنا ودي ليها كومبوننت هنا، فبالتالي هتلاقي المحصله في الاتجاه ده والسنتر بتاع المبنى مثلا هنا، فتلاقيه هيعمل لك ايه؟ زي مومنت كده. تمام، طيب وطبعا الحاجات دي كلها تمام دي في سكشن هنا، فانت مثلا كأن ايه؟ بيعمل ليفت في ايه؟ في الاتجاه التاني. الشكل ده بلان. تمام، الشكل ده ايه؟ بلان. ده شكل انديكيشن بس للي بيحصل معانا في قصة ايه؟ الويند والستريم لاينز، ولما نحط مبنى ويتحرك حواليه الستريم لاينز بتاعت الايه؟ الويند. فبالتالي محتاجين نفهم اكتر برضه عن الفاكتور بتاع السي هياخدها ازاي، يعني هياخد الفاريشن ده ازاي، ده اللي محتاجين نفهمه. طيب خلينا هنا دلوقتي نفس الفكرة ونفس الكونسبت. دلوقتي خلاص بقى احنا دلوقتي الجسم بقى اللي عندنا اللي بيعمل اوبستكل او استراكشن للجزء بتاع الويند ستريم لاين هو مبنى. ده الجزء ده elevation تمام، والجزء ده بلان. تمام، طيب وبالتالي انا دلوقتي عندي الجزء ده ايه؟ الجزء ده لما انا بشوفه ده الجزء بتاع الايه؟ الاليفيشن. طيب الاليفيشن هنا
في حاجه نقطه هنا، تمام، دي الستريم لاينز جايه كده جايه كده جايه كده، تمام. فلما تيجي هنا في الاخر بتصطدم بالمبنى. طب هل هتقف؟ في حته كده يعتبر بتقف عندها كده، بيسموها ايه؟ ستاجنيشن بوينت. يعني تقريبا الفي بتاعت الويندوز تقريبا بتساوي صفر، تمام. طيب وبعد كده بتلاقي خلاص اللي هيروح فين الويند هيبتدي يتحرك يتحرك يتحرك، تمام. ده كده السلوب دروف بيبقى مختلف عن زي ما قلنا لو هو فلات روف. قلنا لو فلات روف بيبقى ايه وضعها مختلف شويه، تمام. كانك انت هنا كان السلوب دروف ده اشبه بالشنفر اللي احنا كنا بنتكلم عليه. هتبتدي الويند ستريم لاينز بتبتدي ايه تتحرك بعد كده في المبنى، بيحصل طبعا شويه فورتيسز هنا وشويه فورتيسز ايه هنا. طيب نفس الكلام ده في الاليفيشن، تمام. طب في البلان عامله ازاي؟ دي النقطه بتاعت الستاجنيشن بوينت، والستريم لاينز كلها جايه كده، تمام. دي الستريم لاينز بتاعت الويند، تمام. بعد كده لغايه ما بتيجي هنا، تمام، بتصطدم. طب عايزه تعمل ايه؟ بتيجي هنا بقى عايزه خلاص تعمل دايفرت، هي عاوزه تتحرك لان الفلو اللي وراها عمال بيزقها، تمام. فيبتدي ايه تتحرك لغايه ما توصل لاقرب نقطه اللي هي النقط دي، تمام. دي بنسميها ايه؟ سيبريشن بوينت، تمام. دي بتحصل ايه؟ اسمها فالنقطه دي قلنا ايه؟ دي اسمها ستاجنيشن بوينت. والنقط اللي بيتحرك عندها الويند من النقط دي يبتدي ينفصل كده، تمام، دي اسمها سيبريشن بوينت، اللي هي ايه؟ اللي هي الكلمه دي سيبريشن ايه؟ بوينت. طيب عشان نفهم بقى الفاكتور بتاع السي اي، ما احنا كل ده بنتكلم على السي اي، هو عباره عن ايه؟ انا دلوقتي تخيل كده معايا، انا معايا مثلا دلوقتي حاجه بالمنظر ده. ايه الجزء ده؟ ده مثلا كاني عندي بيستون ده، تمام، بأثر عليه بفورس او بريشر، فورس كده، تمام. الفورس ده، تمام، فيه ليكويد جوه. الليكويد ده انكمبريسبل يعني ما بيتضغطش، تمام. وبالتالي انا عندي فورس في الاخر. السطح ده، السطح اللي هو هنا وده كلوزد، السطح اللي ده هيبقى حاسس بريشر ايه؟ البريشر بتاعه هيبقى الفورس على الاريا بتاعت السطح، صح كده؟ الفورس اللي انا مأثر بيه، اوكي. طب انا لو عندي نفس البستون ده، عندي نفس البستون، تمام. طيب وبرضه نفس الكلام وهأثر عليه بفورس، حلو. بس المرة دي أنا عندي فتحة، الفتحة دي يمين وفتحة شمال، تمام. بتعمل إيه؟ عندي سائل هنا، تمام. طيب السائل ده، تمام، أنا كان عندي فورس، خلاص إحنا قلنا البريشر بيساوي فورس على اريا. طب أنهي فورس؟ هي الفورس دي فعلا، بس هل وأنا بضغط مش أنا عندي فتحة ضيقة بتعمل ليكج؟ فمعناه إن الفورس اللي هنا هيفقد جزء منها بسبب ايه؟ ان في جزء سيبج بيحصل، صح كده؟ وبالتالي ان الفورس دي اللي انا متخيله هتبقى اقل من الفورس دي، كويس؟ يبقى الفورس التانية ديت اقل من الفورس التوتال، وبالتالي البي اللي هيتأثر ده، البي اللي هيأثر لي ده هتبقى اقل من البي التوتال اللي انا حسبتها هنا، تمام. ضيف على كده ان انا دلوقتي لو عندي نفس البستون، تمام، وعندي الفورس اللي انا مأثر بيها، تمام، وده كومبريسبل يعني انا بضغط الجزيئات بتاعت الهواء بتقرب من بعض، فما بينقلش، ففي جزء من الفورسز بتستهلك في قصه ايه؟ ان هي بتضغط الجزيئات في بعض فما بيتنقلش كل البريشر. نفس الكيس انا دلوقتي لو عندي، تمام، الحته دي كده كلوزد، دي كلوزد كده، تمام، وبالتالي عندي الفلو بتاع الهواء جاي كده، تمام، وهو ان كومبريسبل يعني ما بيتضغطش، تمام، واصطدم هنا. وبالتالي ساعتها يبقى انا ليا الحق ان انا اقول ان الكيو البريشر اللي عندي بيساوي نص رو في في سكوير، كل الفورس كلها كامله. وبالتالي اللي بيحصل هنا لا ده الهواء كومبريسبل، دي نقطه. النقطه الثانيه لا انا عندي فيه زي سيبج، الهواء بيجي هنا ويطلع هنا، نفس الفكره بتاعت الايه؟ انا بقول لك في فتحتين هنا اهوت بيسربوا، فبالتالي الفورس كلها ما بتنقلش، وده اللي بيحصل. انت عندك لو انت عندك كل الفورس وكل البريشر بتيجي في حته كده كلوزد، تمام، تمام، زي البيستون زي المكبس زي الحاجات اللي هي زي ديت، زي مثلا الحاجه بتاعت العربيه اللي انت بتدوس العربيه بتترفع في الصيانه او في الورش بتاعت العربيات،
ده مكبس خلاص هو كومبريسبل. لكن هنا لا، انت عندك بيحصل تسريب، جزء من الهواء اللي كان جاي هنا خلاص مش هيخبط في المبنى، هو شاف له طريق. تمام، هو ايه اللي هيجبره يخبط في المبنى؟ هيطلع من هنا. فالفاكتور بقى بتاع السي بي او السي اي سواء ايا كان، ليه بنقول سي بي او سي اي؟ هنقول السي بي ده اللي هو الفاكتور بتاع البريشر. تمام، السي اي، السي بي ده ممكن بيتقسم لحاجتين، حاجه اسمها سي اي وسي اي. لو ضغط على السطح الخارجي بيسمى اكسترنال بريشر فاكتور، وبالتالي بنسميه سي اكسترنال. طب لو هو انترنال بيبقى سي اي، ده انترنال وده اكسترنال. كويس. طيب وليكن السي بي، طب خلاص يبقى السي بي ده عباره عن ايه؟ هو نسبه البريشر اللي هي الافكتيف، تمام، على البريشر التوتال اللي هي الكيو اللي هي نص رو في سكوير. حلو كده. وبالتالي يبقى انا بقول كأن انا عندي هو انا قد ايه من البريشر اللي كان جاي هيتنقل للسطح. كأنك بتتكلم على الافكتيف، هو اللوسز قد ايه مثلا؟ والله ممكن تبقى اللوسز 20% من هنا، تمام، فمعناه ان 80% من البريشر هيتنقل. تمام، وبالتالي ده فعلا يعني السطح ده هيحس بكم البريشر؟ هيحس مثلا بنسبة 80%. فتلاقي الفاكتور ده 0.8، فمش هيحس بكل البريشر. تمام، ليه؟ زي ما قلنا عشان في جزء من الويند مش هيخبط في المبنى وهيحصل له دايفرت، وان هو ايه، مش محكوم، هو هيتحرك بعيد عن المبنى، فمش كل البريشر هيوصل، لان يعني الستريم لاينز هتبتدي تتحرك كده. تمام، اول ما تقرب وتخبط من المبنى. تمام، فمش كل البريشر هيتنقل للمبنى. تمام، هنا اكتر بقى، يعني هنا تبص شايف الستريم لاينز بتمشى ازاي لغايه ما تقفل على بعض. ففي جزء لا، ده انا 50% هنا هوصل لنسبة 50% هو اللي بس بيأثر على السطح ده. تمام، 50%، 50% التانية مالوش علاقة بالمبنى. تمام، نفس الكلام هنا هتلاقي في جزء كبير بيتحرك بعيد عن المبنى، الجزء التاني مثلا اللي هيأثر على المبنى يوصل ل50 مثلا في المية. فده الكونسبت بتاع الفاكتور بتاع السي اي او السي بي. السي بي ده الفاكتور الأعم، واللي أنا قلت عليه بيتقسم لحاجتين، سي اي لو أنت بتتكلم على اكسترنال بادي، يعني انت في الاخر على الاسطح الخارجيه. لو سطح داخلي بتتكلم سي اي، سي اي اللي هو سي انتر. حلو كده. طيب نرجع لمرجوعنا تاني. وبالتالي قلنا خلاص لو انت السجنيشن بوينت تقريبا السرعه بتاعتها بتساوي، سرعه الويند عندها بتساوي 0، فانت ممكن ساعتها تعتبر ان البريشر بيساوي نص رو في سكوير. طيب السجنيشن بوينت دي في شكل بالمنظر ده بتكون فين؟ بتكون ده لو انت عندك ده كله اتش، يعني الارتفاع ده كده اتش، القيمه دي بتساوي تقريبا تلتين الاتش. كويس. طيب هنا فين بقى في البلان؟ في الميد، يعني لو عندي ده بي، النقطه دي كده بي على الاتنين، وهنا بي على الاتنين في النص. يبقى هنا في النص في البلان، وفي الارتفاع بتكلم تلتين ايه الاتش. طيب يبقى احنا عندنا 3 مصطلحات مهمين محتاجين نعرفهم. اول مصطلح هو الاستجنيشن بوينت. الاستجنيشن بوينت ده قلنا ايه؟ allocation in a flow field، الفلو فيلد اللي هو جاي من هنا. تمام، where the local velocity of the fluid is zero. خلاص يبقى الفيلوسيتي هنا بيكوال كام؟ زيرو. طب located فين؟ mid width of wall and distance approximately 2/3 the windward wall، في التلتين ال H height the pressure PS. At this point can be theoretically determined using Bernoulli equations. Q is equal half rho v square. اوكي، وبالتالي احنا قلنا عند النقطة دي الفلو ال V equal 0 والكيو بيساوي نص رو في سكوير. طيب قلنا في مصطلحين برضو تانيين، دي كانت أول حاجة. في مصطلح تاني بقى ايه هو؟ separation point. ايه separation point ده؟ هو موجود فين؟ النقطة دي اسمها separation point، والنقطة دي separation point. هي النقطة اللي بيحصل عندها diversion في الويند فلو. بيقول لك is allocation where the wind flow is deflected، يعني النقطة اللي بيحصل عندها deflection أو diversion للwind flow by one surface of the building and separates and loses contact with the building. بمعنى إن أنا دلوقتي تمام بيحصل إن أنا دلوقتي الويند حصل دايفرجن بالمنظر ده، والستريم لاينز اللي كانت هنا ما عادش معاها كونتاكت مع السيرفيس بتاع المبنى.
طيب هيتبقى لنا ايه بقى؟ حاجه اسمها سيبريشن زون. سيبريشن زون ديت بيقول لك هي الفويد between the separated wind flow and the surface of the building structure. بمعنى مش انا دي دلوقتي سيبريشن بوينت وده الستريم لاين وما عادش فيه كونتاكت، الحته دي الفراغ ده بيسموه ايه؟ بيسموه سيبريشن زون. طب والنقطه دي نفس الكلام، الحته دي اسمها سيبريشن زون. النقطه دي الحته دي فين؟ اسمها سيبريشن زون. اوكي. وبالتالي ديت ايه؟ قال لك هي دلوقتي and contains turbulent wind flow، فيها turbulent wind flow مش لامينر زي بالمنظر ده. and contains turbulent wind flow which causes negative pressure on that surface. يعني قال لك هي بيحصل فيه turbulent flow، فبالتالي الفورتيسيس دي يعني دوامات، تمام، دي هتعمل ايه؟ suction على السيرفيسز دي. وبالتالي دول من البيج دي في 3 مصطلحات مهمين نعرفهم. ايه هو الستاجنيشن بوينت، ايه السيبريشن بوينت، ايه السيبريشن زونز. وقلنا السيبريشن بوينت دي مهمه ليه؟ لان احنا قلنا الفلوس عندها تقريبا ايكوال زيرو، وان هي دي يعتبر كانها ايه؟ دي كانها بتتحسب بمعادله برنولي بالمنظر ده. وقلنا التعريف المهم بالنسبه للسي بي هو قلنا قد ايه من الويند اللي هو اللي هيأثر على المبنى. مش كل الويند الفلو اللي جاي هيخبط في المبنى ولا كله هيأثر. ليه؟ لان احنا قلنا في الجزء بتاع السيبريشن في جزء من الويند مش هيكونتاكت. ما ايه فايده بقى السيبريشن زون دي؟ ما السيبريشن زون دي بيقول لك بمعناه ان الويند كله في جزء هيفقد الكونتاكت مع السيرفيس نتيجه ان حصل له دايفير عند السيبريشن بوينت دي. طيب تعالى بقى نشرح ده. كده شرحنا الكونسبت العام، وبالتالي محتاجين بقى نعرف هو السي اي او السي بي ده بيتحسب ازاي. احنا دلوقتي فهمنا الكونسبت، لكن دلوقتي طب انا لو عايز احسبه ازاي؟ طيب تعالى كده واحده واحده. احنا دلوقتي عندنا معادله برنولي. معادله برنولي كانت بكل بساطه بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان البي بلس نص رو في سكوير بلس الزد ايكوال كونستانت. تمام؟ دي المعادله الاساسيه بتاعت بايه؟ برنولي. تمام؟ الثلاث ترمات دول، تمام، دول بيساووا في الاخر كونستانت. طيب دي كده الزد والبي دي بيسموهم ستاتيك بريشر او بوتنشال انرجي. ده كده كان بايه؟ كاينماتيك بريشر. اوكي. ليه؟ لان فيها سرعه بتتحرك. طيب قال لك لو انت عملت عنده نقطتين، يعني انت عندك نقطه هنا ونقطه هنا او نقطتين في ارتفاع ما ايا كان، تمام، خلينا النقطتين زي بعض. عندك انت النقطه دي في بي 1 وفي 1 ضغط وسرعه معينه، وهنا النقطه دي عندها بي 2 وفي 2 سرعه تانية، وعلى ارتفاع زد 1 ودي على ارتفاع زد 2. تمام. تقدر تقول بدل الكونستانت ده تقول والله الترم الاولاني ده بيساوي الترم التاني، بمعنى نص رو في سكوير بلس البي نوت بيساوي نص رو في سكوير بلس البي. ليه ما حطيناش الترم بتاع الارتفاع زد 1 وزد 2؟ لان احنا اعتبرنا مثلا النقطتين دول هناخد نقطتين على نفس الليفل، فزد 1 بيساوي ايه؟ زد 2. فاتبقى لنا ايه؟ طيب هنطبق بقى ازاي ده عشان نحسب معادله السي اي او السي بي؟ طيب خلينا هنا دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ ده الفري فيلد، يعني النقطه دي كده الفري فيلد. النقطه ديت ان انت في الاخر الويند جاي بسرعه في كابيتال وبي نوت، تمام، وفضل ماشي مفيش اي حاجه بتعوق، وبالتالي البي نوت هنا بي نوت تقريبا اولموست ايه؟ زيرو، لان مفيش حاجه هنا بتصدها. عندك سرعه اللي هي الفي كابيتال. طيب اول ما يوصل لغايه المبنى ايه اللي هيحصل؟ هيخبط في المبنى، وبالتالي ساعتها هنا الفي دي هتساوي زيرو، وهيتكون عندك بريشر، لان انت في الاخر حطيت حاجز صد الهواء. فلما عملت حاجز صد الهواء ده معناه ان انت حولت كينيماتيك انرجي اللي هي نص رو في سكوير لبريشر. كويس. بمعنى ان انت جيت هنا قلت ان انت مثلا دلوقتي انت عندك قلنا ايه؟ نص رو في سكوير بلس البي نوت. حلو كده. وقلنا هنا نص رو في سكوير بلس البي، صح كده؟ البي والبي سمول عند النقطه دي نقطه 2.
ودي عند النقطة ايه 1. حلو كده. طيب ده عند النقطة ايه 1 وده عند النقطة 2. النقطة 1 دي البي نوت مفيش بزيرو. طب النقطة 2 البي موجود لكن الفي بزيرو، وبالتالي ساعتها نقول ان البي بيساوي نص رو في سكوير اللي هي ايه؟ اللي هي معادلة برنولي، صح كده؟ تمام. بس اللي بيحصل الكلام ده ينفع فين؟ عند الجزء بتاع الستاجنيشن بوينت اللي احنا اتكلمنا عليه. لكن هنا في الحتت دي، طب انا دلوقتي دي نقطة او منطقة، تمام. طب بقية الحائط مثلا ايه اللي بيحصل؟ بقية الحائط في الاخر لا، في ويند فيلوسيتي بس بقيمة اقل شوية، فبالتالي مش هقدر اقول ساعتها ان الفيلوسيتي هنا بيساوي زيرو، وساعتها الفيلوسيتي هنا مش هتساوي زيرو، فبالتالي الترم ده هيبقى ايه؟ لسه موجود. تمام. وبالتالي احنا عندنا هنا قلنا خدنا نقطتين، النقطتين دول نقطة هنا ونقطة هنا عند نفس الليفل، تمام، وحسبنا عنهم طبقنا معادلة برنولي عند نقطة 1 ونقطة 2. الجزء الاولاني عند الفري فيلد وهو الهواء بيتحرك عادي براحته مفيش اي حاجه بتصطدم بيه، والنقطه الثانيه عند الموجود ايه المبنى. وقلنا ساعتها يبقى انت عندك الكينيماتيك انرجي هتتحول لستاتيك بريشر، لان انت يعتبر كان عندك هواء عمال بيجري بسرعه، كان شخص بيجري عليك بسرعه وانت ايه وقفت ده معناه ان انت عملت فورس عليه، تمام، على الاريا بتاعته، فانت كده وقفته، فانت حولت سرعته لبريشر انت عملته. وبالتالي ساعتها هنبتدي نشوف بقى ايه ده كده. ده لو انت بتحسب الويند بريشر عادي. لسه برضو محتاجين نعرف الفاكتور بتاع السي اي هنحسبه ازاي. نيجي بقى هنا بقى هيتضح ازاي بقى بنحسب بقى الايه السي بي او السي. هنا خلاص احنا طبقنا معادله برنولي ما بين النقطتين، وبالتالي قلنا خلاص الدلتا بريشر ما بين الاثنين ده عند النقطه دي خلاص نقطه الاتزان ديت. في الاخر هنودي قلنا ان البي ناقص البي نوت وديناها الناحيه الثانيه مثلا، ودي هتساوي نص رو في سكوير، في سكوير اللي هي سرعه الويند، تمام، ماينس نص رو في سكوير. وبالتالي اللي هي اتكونت لنا المعادله ديت اللي هي البي ناقص البي نوت بيساوي نص رو، طلعنا النص رو ده كونستانت طلعناه بره، في سكوير في الفري فيلد ناقص في سكوير سمول عند سطح المبنى. طيب لو احنا خدنا خلاص طلعنا نص رو في سكوير بره، دي ما تفكرناش بحاجه، دي بتفكرنا بمعادله برنولي ضغط البريشر العادي. طب ايه الترم بقى اللي زاد اللي هو 1 ناقص الفي على الفي كله سكوير. طيب ده بيتضح لنا ايه؟ ان احنا الفاكتور ده كله هو بقى السي بي، على الاكسترنال بريشر بيسموه سي اي، على الانترنال بيسموه ايه؟ سي اي. طيب يبقى احنا دي كده معادله برنولي، وده الفاكتور بتاع السي بي بقى ببساطه اللي احنا ايه بنحسبه. طب نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده عند النقطه بتاعت الستاجنيشن بوينت اللي احنا كنا واقفين عندها دي، لو السرعه دي بتساوي زيرو فمعناها ان هي 1 ناقص زيرو على سرعه الرياح، فبالتالي الفاكتور ده هيبقى ايه؟ بواحد. فساعتها زي ما قلنا هي عند الاستجنيشن بوينت ينفع ان انت تحسبها نص رو في سكوير. طب وبالتالي لكن ان انت عندك احنا قلنا ولكن ده مش ده اللي بيحصل في كل سطح المبنى ده. ليه؟ لان الويند بتمشي في ستريم لاينز كده وهتكمل، فساعتها الويند هنا ليه فيلوسيتي، مش هيبقى ايه، مش هيقف، لا ده هيكمل. وبالتالي ساعتها الفي ديت هتبقى لها قيمه حتى لو قيمه صغيره، وبالتالي لما يبقى لها قيمه دي بوزيتيف والقيمه دي برضو بوزيتيف، فده معناه ايه؟ القيمه دي في الاخر بوزيتيف ولما تتربع هتبقى بوزيتيف. يبقى 1 ناقص قيمه بوزيتيف معناه ان السي بي بتاعك هيكون بكام؟ باقل من 1. فهمنا؟ يبقى احنا ده الفاكتور بتاع السي بي. هو انا في الاخر كميه الويند بريشر اللي جايه دي الافكتيف على سطح المبنى هيبقى قد ايه منها؟ ده الكونسبت بتاع السي بي. ففي الاخر بيبين لك لا، هي الافكتيف من الويند بريشر اللي جاي لك لا هيطلع اقل. كويس؟ يبقى انا مش هصمم على كل الويند بريشر اللي جاي، لا ده في فاكتور هيقلل لي قيمه الويند بريشر. خلي بالنا ان ده يعتبر الفاكتور الوحيد اللي احنا كان عندنا ان هو اقل من 1. بقيه الفاكتورز سواء السي تي سواء السي اس كلها المينيمم بتاعها ايه؟ 1، وهي بتكون ازيد ايه؟ من 1، بس المينيمم بتاعها 1. ده لا،
ده بيبقى اقل. اوكي خلاص، يبقى ده احنا الكونسبت بتاع، فهمنا الكونسبت بتاع السي بي، فهمنا الويند ستريم لاينز بتمشي ازاي، فهمنا دلوقتي السي بي ده بيتحسب ازاي. في الاخر هو ده الفاكتور اللي انت بتشوفه في معادله الكود، واحنا مش فاهمين هو الفاكتور ده جه ازاي ولا بيمثل ايه ولا عباره عن ايه. تمام. طيب خلينا كده مثلا نشوف حاجه تانية. ايه بقى الحاجه دي؟ هو انا السي بي ده اقدر احسبه على كل سطح؟ اقدر احسبه على كل سطح. بمعنى انا السلايد اللي فات حسبته فين؟ عند الويند وور. طب هل ينفع احسبه على روف؟ ينفع تحسبه على روف. ليه ما ينفعش تحسبه على روف؟ طيب ده احنا في مفاجأة كمان هنا في الحتة دي. لما تيجي تحسبه على الروف هيظهر لك مفاجأة. هو احنا دلوقتي هل مش احنا قلنا هنا السي بي بيبقى كان كده بياخد فيه الفاكتورز بتاعه كان مثلا وليكن بوزيتيف 0.8 من الويند بريشر. طب واحنا قلنا هنا السي بي هنا بيساوي نيجاتيف 0.5 اولموست نيجاتيف 0.5 من الويند بريشر. طب النيجاتيف ده جه ازاي؟ مش احنا قلنا المعادله بتاعتنا في الاخر 1 ناقص في على الفي توتال سكوير او الفي بتاعه الفري فيل. تمام. طيب ده اللي بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل هنا تمام ان سرعه الويند في الاتجاه ده، خلينا نرجع تاني نبص على المعادله عشان نشوف نفتكرها احسن. تمام. ده كده الفاكتور بتاع الايه؟ الجزء بتاع الواحد ناقص الفي على الفي في كله ايه؟ سكوير. دي اللي المعادله اللي احنا ايه؟ كتبناها هنا. ماشي، اللي احنا قلنا ان ايه؟ دي المعادله اللي احنا ايه؟ كتبناها. طب هل الفاكتور ده اللي هو احنا قلنا دلوقتي اللي هو ايه؟ السي بي، هل الفاكتور ده ممكن يبقى نيجاتيف؟ احنا كل اللي احنا قلناه هو خلاص احنا قلنا السي بي ده في الغالب بيبقى اقل من 1. ماشي، دي منطقيه شويه. طب هل السي بي ده ممكن يبقى نيجاتيف؟ طيب ده معناه عشان يبقى نيجاتيف ايه اللي هيحصل؟ معناه ان الفيلوسيتي هنا هتبقى اكبر من الفيلوسيتي اساسا بتاعه الويند سبيد نفسها. طب هل ده منطقي؟ هل ده ينفع؟ يعني انا دلوقتي الجاي عندي ويند سبيد بكام؟ ب 42 متر بير سكند. تمام. هل هاجي الاقيها هنا لما تيجي تتحرك توصل عند رو بقت 50 متر بير سكند؟ هل ده منطقي؟ طب تعالى نفكر فيها. خلينا نفكرك بحاجه بسيطه. زمان واحنا بنحسب الفاكتور بتاع السي تي قلنا والله لو انت عندك الارض بالمنظر ده سلوبد، وجيت بنيت المبنى بتاعك هنا فوق على تبة. تمام. التبة هنا انت الويند جاي عندك بالمنظر ده، صح؟ صح. قلنا خلاص، فانت دلوقتي عندك الويند بريشر جاي بالمنظر ده. تمام. بس قلنا في شوية بتلاقي فيه حصل زيادة في الويند بريشر بالمنظر ده. قلنا ليه بقى؟ قلنا ساعتها الستريم لاينز ماشية كده كده كده، والستريم لاين جاية كده، فبالتالي ده الويند بريشر العادي. لا، طب ما دول هيأثروا على المبنى. تمام. ويحصل فيه عندك زيادة. بلس بقى كده ايه؟ تمام. بلس لكده ايه؟ شايف انت الستريم لاينز دي؟ تمام. ايه اللي حصل؟ انت خنقتها. بمعنى انت كانت بتمشي في كروس سكشن. لو انت خدت الكروس سكشن ده تمام كان A1 المساحه دي كلها. جيت هنا الحته دي شفت A2 اقل، يعني A2 اقل من A1. ولو جيت طبقت معادله الكونتينيوتي اللي بتاعت A1 V1 بتساوي A2 V2، معناها ان ال A2 دي لو اقل، يعني انت لو انت دلوقتي خدت A2 دي اقل، معناها ان لازم يعوضها V اكبر. صح كده؟ صح، لان هي الكونتينيوتي بتاعت فلو. انت دلوقتي لو ماسك خرطوم ميه وزنقت، حطيت نوزل او زنقت الميه قدام، بتلاقي ايه؟ مع ان السرعه هي بتاعت انت مثلا عندك انبوب وحطيت نوزل او حطيت اي حاجه، تمام، ريديوسر كده، تمام، الفلو اللي كان جاي هنا ما كان جاي بسرعه صغيره. ايه اللي حصل هنا؟ مش بتلاقيه بيبقى بسرعه اكبر ويوصل مسافه اكبر؟ ده ايه اللي حصل؟ عشان انت عملت ضيقت الكروس سكشن. تمام هنا. تمام. فاللي حصل ان في الاخر عشان نتيجه المعادله بتاعت الكونتينيوتي، تمام، الفيلوسيتي هنا زادت. طب
هل ده هنا موجود هنا؟ موجود هنا. تخيل انت عندك ده، خد الخط ده كده، الكروس سكشن A1 هنا والكروس سكشن A2 هنا. ما انت عندك كل الستريمز دي هتروح فين؟ يعني كل الستريمز دي بتاعت اللاينز خلاص هي دي هتلاقيها بص بقت هنا، هو خنق الستريمز هنا، تمام؟ فهتلاقي في الاخر A2 دي قلت، وبالتالي الفيلوسيتي اللي كانت هنا وماشيه في مسافه كبيره في A1 تمام كانت ماشيه براحتها، لا هي اتخنقت هنا تمام، وابتدت الستريمز تضيق. فتلاقي حلها ايه؟ ان الهواء يمشي بسرعه عشان يقدر يعدي كل الفلو اللي كان جاي هنا. يعني كل الفلو اللي كان هنا تمام كان ماشي في مساحه كبيره، طب عشان اعدي نفس الفلو ما كله عمال بيضغط وبالتالي بيزق هنا، فبالتالي والستريمز ضيقت، فبالتالي هيبتدي ايه؟ سرعه هنا تزيد. فبالتالي ساعتها اللي بيحصل هنا ان الفي دي في سمول هتبقى اكبر، الفي سمول دي هتبقى اكبر من الفي كابيتال، وبالتالي ساعتها ان السي بي هيبقى ايه؟ بنيجاتيف. وده بيفسر لنا هو ليه بيحصل سكشن. يعني انت كمعادلات هتفهم من هنا ليه حصل سكشن، وبالتالي ساعتها هنبتدي نفهم والله لو انت عندك الفي الصغيره ديت زي الستاجنيشن بوينت بتساوي 0 فده معناه السي بي بواحد، تمام؟ لو انت عندك في الاخر الفي ديت صغيره فمعناه ان انت حصل عندك ايه؟ بريشر، بوزيتيف بريشر. كويس. لو الفي دي زادت معناه ان السي بي ده بقى بنيجاتيف، معناه ده حصل عندك ايه؟ سكشن. يبقى احنا كده خلاص عرفنا في الاخر دلوقتي ازاي بنحسب الفلو الستريم لاينز ولما بيحصل عند المبنى، وازاي بنحسب السي بي، وازاي بيأثر على كل ايه؟ سيرفيس. نفس الكلام اللي انت طبقته هنا هتطبقه برضو ايه؟ هنا، تمام؟ بلس ان انت في الاخر برضو الستريمز هنا الفلوس هتزيد فبيحصل ايه؟ سكشن. فده عرفنا كمان الدايركشن بتاع الويند بريشر تمام والويند سكشن على كل سيرفيس وليه بيحصل كده، تمام؟ ده كده باختصار. انت في الاخر دلوقتي قلنا ان الكيو بتاعتك تمام بتساوي بي ناقص البي نوت بتساوي نص رو في سكوير. لو انت عندك الفيلوسيتي بقت بتساوي 0 ده كده كان السي بي عندك ايه؟ بواحد، ده اللي هو الفاكتورز كله اللي هو ايه؟ السي بي. هتلاقي في الاخر اللي هي نص رو في سكوير ده عند الجزء بتاع الاستجنيشن بوينت اللي احنا اتكلمنا عليه وسموه هنا ساعتها ايه؟ ده اسمه الاستجنيشن بريشر. كويس. وطبعا النص رو ديت هي كونستانت، وهتلاقي في الاخر رو اللي هي 1.25 كيلو جرام بر متر كيوب، وهتلاقي في الاخر هو اتحولت لي الرقم ده. يعني انت ضربت النص تمام وحولتها لكيلو نيوتن هيطلع لك الرقم ده، وده الرقم اللي انت بتشوفه في الكود الامريكي. يعني الكود الامريكي هو كاتبه بالرقم ده، فانت بتبقاش فاهم هو ايه الرقم ده. هو الرقم ده عباره عن ايه؟ هو نص الرو، وبدل ما كاتب بالكيلو جرام حولها بالكيلو نيوتن بس، مش اكتر يعني. وبالتالي هنا خلاصة السي بي اللي احنا اتكلمنا عليها ان انت السي بي ده هو انا الافكتيف بريشر اللي هيجي للمبنى هيبقى قد ايه. ده معادلة برنولي اللي احنا اتكلمنا عليها، تمام؟ برنولي عند السجنيشن بوينت، وده البريشر اللي هيأثر لي. فكأنك انت عامل زي بالظبط زي الايتا زمان اللي هي اللي انت الافكتيف في الاخر الافشنس بتاعتك كام، ده نسبة البريشر اللي انت هيجيلك من المعادلة الأساسية بتاعت برنولي قد ايه، تمام؟ وبالتالي بيقول لك in general external pressure vary on each surface of a building or a structure based on the structural configuration. ساعتها سطح المبنى نفسه بيختلف. يعني انت دلوقتي هل هو فلات روف ولا هل هو سلوبد ولا هل هو سيركولار، تمام؟ ده بيقول لك ساعتها السي بي ده هو بيختلف على الكونفيجريشن بتاع المبنى، لان هو انت حاجه سيركولار خلاص بيبقى ستريمز يعتبر ايه؟ ماشي حوالين دايره، فبتقلل لك الجزء بتاع الفورتيسيز ده وبتقلل لك البريشر، تمام؟ وبيعبر لك بقى على الدايركشن بتاع الايه؟ الويند. يعني في الاخر انا دلوقتي الفورس جاي كده، تمام؟ فانا دلوقتي ساعتها ايه؟ اعرف في الاخر الدايركشن بتاع ايه؟ الويند. طيب هو بيقول لك ايه هنا؟ معلومه مهمه جدا. بيقول لك هنا ان انت البريشر كوفيشنت ده for most part are taken as a constant over an entire surface. وده هنفهمه ان انت في الاخر ان انت الويند بريشر على سطح ما بيبقاش كونست، زي ما قلت لك ان الستاجنيشن بوينت ديت
تلتين. لو انت تفتكر لما احنا جينا حسبنا السي اس كنا بنتكلم ان الاي زد ده التربلنس فاكتور كنا بناخده تقريبا عند 0.6 الاتش. لو انت هنا برضه بتاخد الاستجنيشن دي عند تلتين قريبه منها، تمام، وده يفسر لنا احنا ليه حسبنا عند 0.6 اتش من الاي زد، تمام. بيقول لك هنا ان انت لا، هو البتاع دي على شكل كونتورز، تمام، مش حاجه ثابته، بس احنا عشان نسهل الموضوع بناخده ان هو كونستانت على كل ايه سيرفيس. اوكي. طبعا هنا بيقول لك ايه، بيقول لك ان انت عكس الروف ده لو طويل شويه، يعني الروف ده لو طويل بتلاقي الفورتيسيز بتبقى اعلى في اول جزء وبعد كده ممكن ايه تقل. بس احنا ككود مصري ما بنعملش كده، يعني ديت انت الكود الامريكي وممكن تقريبا الكود الاوروبي بياخد طول المبنى معاه في الاعتبار. يعني انت المبنى لو طويل، تمام، او السقف نفسه طويل، تمام، يعني السقف نفسه طويل، بيحصل ان انت فيه شويه فورتيسيز فتلاقي البريشر عنده ايه بيزيد في اول الجزء وبعد كده بيقل. بس احنا ممكن يكون لنا كونسبت، يعني ان انت في الاخر وعندك كورنرز هنا الويند بريشر هنا ازيد عن في النص. ليه؟ الفورتيسيز هنا اعلى، بس انت هنا الفريم الاولاني والفريم الاخراني تقريبا بيشيل نص اللود، وفي الغالب احنا لما بنيجي نصممه بيبقى نفس التيبيكال فريم ما بيتغيرش، يعني الفريم الاولاني الاخراني ما بيتغيروش. فوارد ان ده سبق جاستيفيكيشن ان احنا ما بناخدش معانا في الاعتبار. بس الاكواد التانية بتعمل لا، بتاخد معاهم في الاعتبار الفاريشن في الويند بريشر ده عند جزء الكورنرز دي بالذات. طيب هنيجي هنا نيجي نشوف بقى كده، ده الخلاصة بتاعت اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده هو الايروديناميك افكت، وفهمنا الستريم لاينز وازاي بتتحرك وتتغير حوالين المبنى، ازاي بتأثر على المبنى، طب ازاي بتأثر على كل سيرفيس، ازاي في الاخر البريشر ده بيتنقل، الدايركشن بتاع البريشر ده او السكشن على كل سيرفيس. ده الملخص بتاع حسبة السي بي، وده مهم جدا عشان لو جالك شكل ريجولار تبقى فاهم ان انت في الاخر ايه اللي هيحصل. ولو انت عندك مبنى عالي ومرتفع، تمام، تبقى فاهم ان انت لو عملت اشكال ريجولار فوق وخاصة في الجزء اللي التوب اللي فوق، ساعتها هتلاقي لا انت عندك مشكلة كبيرة. ممكن تبقى ساعتها في الكلادنج بتاع الازاز، ممكن تبقى مشكلة في الستيكال سيستم، مشكلة في حاجات كتير، لان الويند فوق قلنا ان هو بيزيد، سواء بالذات الكي، لان احنا قلنا الكي ده ممكن توصل لمرتين ونص مثلا في الارتفاعات العالية، فبالتالي ساعتها الويند بريشر هيزيد مع الفورتيسيز، لا هيعمل لك مشكله كبيره. فساعتها قلنا ان احنا في الاخر دلوقتي خلاص فهمنا الفاكتور بتاع السي بي ده هو المغزى منه ايه، وساعتها ده قلنا هو ايه قيمه البريشر اللي هتتنقل، تمام، نسبه للتوتال بريشر بتاع برنولي ايكويشن. ده كان الافكتيف بريشر اللي هيجي لك من التوتال بريشر، او سطح المبنى هيحس بقد ايه من البريشر اللي هو المفروض بتاع برنولي ايكويشن. وبالتالي احنا قلنا دلوقتي في الاخر هي المعادله دي، تمام. ولما نطلع هنشيل النص رو مع النص رو والفي سكوير هنقسمها، هتبقى لنا المعادله ايه الجميله ديت، تمام، اللي هي 1 ناقص في سمول على الفي سكوير. في سكوير ديت اللي هي الويند سبيد اللي هو بتجيلك من اللي احنا قلنا عليها اي سي تي، سواء مثلا 42 36 30 32 ديت متر بير سكند. وقلنا في 3 كيسز عندنا. الكيس الاولانيه لو الفي دي بتساوي 0، تمام، يعني انت دلوقتي هي خبطت في المبنى ده عند الجزء بتاع الستجنيشن بوينت، وهيتغير لك الستجنيشن بريشر، فساعتها السي بي ده هيكون ايكوال 1. لو الفي ديت اكبر من الفي كابيتال ساعتها هيبقى نيجاتيف بريشر، لان انت في الاخر ده زي قلنا فين عند الروف فبيحصل سكشن مثلا، تمام. نفس الكلام ممكن في السايد وول، تمام، بيحصل فورتيسيس والكلام ده كله، تلاقي الويند الفيلوسيتي عاليه، فبالتالي ساعتها السي بي ده هيكون اقل من 1، الفي دي هتكون كبيره، الترم ده هيكون اكبر من 1، ساعتها هيبقى بالنيجاتيف، هيبقى نيجاتيف ويند بريشر، فساعتها هيبقى سكشن. الفي ديت هتكون في كيسز تانية ان الفي لا دي سمول، ودي ده مثلا في الويند وور، فساعتها ان الفاكتور بتاع السي بي ده هيكون ايه من 0 ل1، ده هيكون ايه بوزيتيف بريشر، تمام. فده حسبة في الاخر ده ملخص الفاكتور بتاع السي بي والدايركشن بتاعه،
تمام. وقلنا ده فاكتور مهم جدا، لان انت حسبة الويند كلها في اتجاه، تمام، وازاي تقسم بقى الويند بريشر ده على المبنى ده الحاجه التانية. يعني احنا قلنا ساعتها ان انت عندك الكيو بيساوي، احنا قلنا سي اي في كي في كيو، صح كده؟ قلنا الفاكتور ده ثابت، قال لك يا عم هيكون مثلا ايه 1 او 2 او 3 او 4 كيلو متر سكوير. هيتوزع ازاي بقى على المبنى؟ هنوزعه ازاي؟ ده الفاكتور بتاع السي اي او السي بي هو اللي بيقول لنا نوزعه ازاي والريشيوز بتاعته عامله ازاي. اوكي. طيب نيجي بقى للشكل ايه ده، هيدينا ملخص عام بقى توجه بعد ما عرفنا بقى السي بي. فايه اللي احنا بقى متخيلينه او اللي بيحصل ايه؟ قال لك بقى القاعده الجنرال خالص بقى، ده اللي هتلخص لك حاجات كتير وانت بتعمل اساين اللود بتاعت الويند. تمام. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الويند ذا ويند وورد وول هاز بوزيتيف بريشر. خلاص يبقى انت الويند وورد ده في الغالب هيبقى ايه؟ هيبقى بوزيتيف. تمام. وقال لك اللي وورد بيبقى ايه؟ سكشن. خلاص دي خدها قاعده، خاصه لو هي حاجه ايه فيرتيكال بالمنظر ده. تمام. فانت وانت بتحسب بقى الويند بريشر وبتعمل له اصلا على البرنامج، تبقى انت واخد في حسابك لا ده هو انا هنا ايه، خلاص انا لما ما اكون حسبت القيمه يبقى دي في الغالب هتكون ايه بوزيتيف ودي نيجاتيف. بوزيتيف دي معناها ان هي بتزق في الاتجاه ده مش شبه اتجاه الويند، وان هي بتعمل ايه ويند، بتخلي الحيطه بتدخل كده ودي بتخلي الحيطه بتطلع في الاتجاه ايه التاني. طيب الكيس الاخرانيه خلينا، والسايد وولز بتكون ايه، بتكون برضو سكشن. دي السايد وول. تمام. يعني ديت اسمها سايد وول. تمام. سايد وولز دي بتكون برضو سكشن. تمام. بتكون سكشن نيجاتيف اهيت. تمام. طيب انت عندك دلوقتي بيقول لك ايه، لو هي كيس في الاخر فلات روف، يعني لو فلات روف خلاص وانت مغمض. تمام. لو فلات روف هتبقى سكشن خلاص. طيب قال لك هنا بقى دلوقتي ايه، طب هي لو سلوب دروف المنظر ده هل هتبقى كلها سكشن؟ قال لك لا. in case of slope roof the size of the void depends on the angle of the roof. بمعنى انا دلوقتي الحته دي depending على الانجل دي، بمعنى والله انا دلوقتي لو الانجل دي صغيره قوي فهقرب من الفلات روف هتبقى سكشن. تمام. لان الفورتيز تبقى عاليه. طب انا لو الالفا دي كبيره خلاص بقيت ابتديت اقرب للفيرتيكال فهتبقى زي دي، تبقى ايه بوزيتيف. طب انا لو هي لا اقل بكتير بقى خلاص يبقى انا بقرب للشكل ده السكشن وول. تمام. يعني ممكن يبقى السطح عامل كده. تمام. وبالتالي ساعتها انت بتقرب للشكل ده. ده ملخص الكلام ده. بيقول لك the size of the void depends on the angle of the roof. ده بيعتمد على الفويد، ده بتعتمد على الانجل بتاعت الروف دي. في الشالو slopes the void is relatively large and negative pressure. يعني بيقول لك انت لو انت بيقول لك مثلا في الشالو ديبس او في الشالو روف، يعني انت في الاخر الشالو سلوب، يعني لو هي حاجه طفيفه كده بالمنظر ده فانت قريبه من الفلات ايه روف. فبالتالي ساعتها بيكون الفويد ده كبير قوي لان الستريم لاينز دي هتلاقيها خلاص النقطه دي خلاص بعدت. تمام. فساعتها بيقول لك ايه، بيقول لك ساعتها ان انت بيحصل لك نيجاتيف بريشر ايه فويد كبير ونيجاتيف بريشر على السطح ده. تاني. طب لو الروف ده انكريسز، يعني انا في الاخر لو خلاص ابتديت تقرب من الفيرتيكال. تمام. قال لك ساعتها الفويد اريا on the windward roof decreases. تمام. the pressure on the windward roof becomes positive. خلاص انت بقيتك مقرب من الويند وورد وبالتالي ساعتها يعتبر ايه بوزيتيف بريشر. تمام. فهي بالتالي هي بتعتمد على التربلنس اللي هيحصل هنا. زي ما بقول لك كده لو انت فلات فساعتها الستريم لاينز ديت وهي جايه كده هتعمل كده فهيحصل ايه فورتكس كتير. طب انت لو مشيت كده بالمنظر ده ساعتها انت في الاخر ممكن تبقى انت او انت مثلا خلاص قربت كده فساعتها تبقى انت قربت من ان انت تبقى ايه بوزيتيف. وبالتالي ساعتها السلوب دروف ده بيبقى كريتيكال. ليه؟ احيانا يكون مره عليه بوزيتيف واحيانا كيسز تاني يكون مره عليه نيجاتيف. يعني مره يكون نيجاتيف ومره يكون ايه بوزيتيف. الفلات روف خلاص هو سكشن. اوكي. وبالتالي يبقى احنا كيسز عندك ويند وورد لو انت عندك الاتجاه كده فده يعتبر بوزيتيف، ده نيجاتيف في الكونديشنز اللي هي الريجولار العاديه.
تمام. والسلوب روف لو فلات يبقى خلاص يبقى سكشن، لو هو حاجه بالمنظر ده الانجل دي صغيره فيبقى بالتالي سكشن، لو زادت تبقى خلاص تبقى بوزيتيف، لو قلت تبقى ايه سكشن. ده الاتجاه التاني ده اللي احنا زي ما قلنا اللي هي الفا، كانك في الفا في الاتجاه ده، كانك انت عندك روف بالاتجاه ده، فساعتها دي سكشن. السايد وول بيبقى سكشن. وده شرحنا بالتفصيل في السلايدز اللي فاتت ايه اللي بيخليها سكشن، عشان تتكون الفورتيسيز بيحصل ازاي نتيجه اللي انت بيحصل دايفرت عند السيبريشن بوينت اللي احنا اتكلمنا عليها، تمام، وبيحصل عند الجزء بتاع السيبريشن زونز. اوكي، دي الاشكال تمام بتاعه الكونتورز. عشان كده احنا كنا بنقول ان انت دلوقتي انت لو انت فاكر الوصفيه بتاعت زمان ان انت عندك اهوت المبنى ده كده في الاخر ده اشكال الكونتورز، يعني انت في الاخر ده اللي هو جاي كده كانك قسمت المبنى وفي الاخر عملت ايه، قلت ده الويند وورد وده الروف، كانك بصيت للمبنى كده ايه المكعب ده فتحته وحطيت الايه الاشكال بتاعته، ده الويند وورد وده الروف وده السايد تو سايدز وده الايه اللي وورد، تمام. دي اشكال الكونتورز بتاعه الايه الويند، وقلنا ان هي مش قيم ثابته، ده هي اشكال ايه كونتورز، وبالتالي ساعتها احنا مش هنعرف نستخدمها ان هي كونتورز، يعني ده الموضوع هيبقى صعب، فبالتالي ساعتها بناخد ايه قيم كونستانت على كل ايه سيرفيس، تمام. ده شكل تاني اللي هو الاشكال بتاعت الويند وورد اهوت، ودي اللي وورد كويس، ودي السايد وول، بتبقى الاشكال اهي كونتورز والكلام ده كله. القيم دي طبعا هنعرفها بتختلف من كل كود بس مش اختلاف كبير، هنبتدي نعرفها ان شاء الله في المحاضره الجايه، نبتدي نعرفها بالتفصيل بقى. قيم الكونستانت دي احنا مش بندرس في الاخر، احنا محتاجين نقربها بحيث ان احنا ايه نوصل لحاجه تبقى سهله في الحسابات وتبقى في الاخر تغطي كل الكيسز. وده الروف ماشي. طيب شكلها في العادي او الطبيعي بتبقى عامله ازاي بالاشكال دي، يعني في الاخر ده دلوقتي الاشكال ديت لو انا عندي الويند مأثر هتلاقي الاشكال فعلا بالمنظر ده هي كونتورز، تمام، واشكال الريجول. فايه اللي بيحصل ان الكود بيقربها الاشكال بالمنظر ده اللي هي في الاخر اشكال تمام كونستانت على روف، تمام، بحيث ان احنا نقدر ايه تكون سهله في الحسابات وفي الديزاين، لان احنا مش هنعرف يبقى محتاجين نقعد نكامل وندخل في الاخر اشكال irregular، تمام، as a function، تمام، when function، بحيث ان احنا عشان ناخد الاشكال دي وطبعا ده هيبقى الموضوع صعب، فبالتالي لا احنا بناخد الكود بيقرب الاشكال دي، وساعتها بيقول لك والله السي اي او السي بي ده مثلا هتاخده بفاكتور كذا، تمام، وليكن هنا بقيمه كذا وهنا هتاخده بقيمه كذا، تمام، وهنا قيمه كذا وهنا قيمه كذا. هو بيقول لك الشكل لو انت عندك الشكل بالمنظر ده هتاخد الفاكتورز دي كذا، تروح تحسب الويند بريشر وبعد كده تضربها في الفاكتورز دي، تمام. وساعتها الكود بقى بيسهل علينا في القصه دي، ان انت في الاخر بيديك الشكل بالمنظر ده ويقول لك الفاكتورز بتاعتك هتكون ايه. وده ان شاء الله اللي هنعرفه في المحاضره الجايه لما نبتدي نتكلم عن الكود المصري ونتكلم عن الفاكتورز دي بياخدها ازاي. دي الريفرنسز اللي انا اشتغلت منها في المحاضره دي، ممكن تقدروا ترجعوا ليها، هتبتدي ايه لو حد حابب يتعمق اكتر في القصه دي. ان شاء الله نشوفكم في المحاضره الجايه نبتدي نشرح اكتر عن الفاكتور بتاع السي اي او السي بي ده، تمام، في الكود المصري ان شاء الله. يلا اشوفكم على المحاضره الجايه بخير ان شاء الله.